الخبر العاجل، حيث قال ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي رسميا مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري منذ قليل. وأصدر النادي الإنجليزي بيانا أكد فيه أنه فك الارتباط بالمدرب الذي قاده لتتويج تاريخي بلقب الدوري الإنجليزي. وقد وجهت إدارة ليستر الشكر للمدرب على ما قدمه، لكنها أوضحت أن مصلحة النادي في المدى البعيد هي الأهم. ويأتي قرار الاستغناء عن المدرب بعد يوم على خسارة الفريق أمام إشبيليا في دوري أبطال أوروبا بهدف ل2، إلا أن تراجع نتائج الفريق واقترابه من حافة الهبوط أدت إلى قرار الإقالة. وسيقود كل من غريغ شاكسبيلر ومايك ستاويل المهمة في الفترة القادمة. وللتوضيح أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بين سبورتس سامي سهمود. سامي، مساء الخير. خبر ربما مفاجئ للبعض يأتي بعد خسارة لم تكن كبيرة في دوري الأبطال، لأنها ستبقي على حظوظ ليستر في التأهل، وربما هو الأقرب بعد الخسارة بهدفين لهدف أمام إشبيليا. أولى ردود الفعل هناك في إنجلترا على قرار ليستر بإقالة رانييري. مساء الخير بديع. بالتاكيد هذا خبر مفاجئ لجهه توقيته حقيقه وليس لجهه الاقاله، لان كثيرين كانوا يتوقعون بسبب تردي النتائج المحليه ان يصار الى اقاله الايطالي كلاوديو رانييري، لكن بعد نتيجه تعتبر جيده في دوري ابطال اوروبا خارج الديار ان يسجل الفريق هدفا يمكن لليستر ان يفوز بهدف في مباراه الاياب وان يتاهل الى دور الثماني من دوري ابطال اوروبا. لكن يبدو ان شيئا ما حدث خلال ال 24 ساعه الماضيه عجل باداره ليستر لان تتخذ هذا القرار الاكثر ايلاما خلال 7 سنوات من اداره الشركه التايلانديه كينج باور لهذا النادي، كما جاء في بيان النادي الذي ارسل للصحفيين قبل قليل. الحديث عن كلاوديو رانييري بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي عندما تردت النتائج بشكل كبير وثلاث الخسائر توالت بالنسبة لهذا الفريق، ما دفع الصحافة الإنجليزية للتكهن بأن إقالته ربما تكون أقرب من أي وقت مضى. لكن الشهر الماضي وفي بيان غير مسبوق إدارة النادي دون أن يطلب منها ذلك قالت أنها لا تزال تثق بكلاوديو رانييري وأنه سيكمل الموسم مع فريق ليستر. يبدو أن شيئا ما حصل في غرفة الملابس، يبدو أن العلاقة بين رانييري وبين اللاعبين وصلت إلى طريق مسدود، ربما عجل بإنهاء التعاقد مع هذا المدرب الذي قاد ليستر لأفضل إنجاز في تاريخه طوال 133 عاما. طيب سامي، أنت تحدثت ربما عن الفترة الحرجة التي مر بها ليستر، وخاصة الشائعات التي راجت في شهري ديسمبر ويناير بالتخلي عن رانييري، لكن إدارة ليستر من خلال الموقع الرسمي يوم الثلاثاء 7 فبراير، والآن اطلعت ربما على الموقع حتى الخبر موجود والبيان موجود، يعني تكذيبا لكل الشائعات آنذاك في 7 فبراير أكدت الإدارة أنها تضع كل ثقتها في كلاوديو رانييري لمواصلة مهمته على رأس ليستر، لأنها تؤمن بعمل المدرب الإيطالي. اليوم بعد أقل من أسبوعين تحديدا، يعني الفترة تجاوز 11 يوم بين البيان وبين الإعلان عن الانفصال أو بين إقالة المدرب كلاوديو رانييري، فترة قصيرة، وخاصة تأتي بعد نتيجة إيجابية مثل ما ذكرت أنت في دوري أبطال أوروبا. ربما ليستر هو الأقرب للتأهل إلى الدور المقبل. هل في أخبار ثانية، يعني هل تمت هناك تسريبات على أنه أسباب أخرى ربما غير رياضية هي التي جعلت الإدارة تعجل بإخراج رانييري بعيدا عن بيت ليستر؟ خلال الأسبوعين الماضيين بديع تحدثت الصحافة الإنجليزية عن أن العلاقة بين اللاعبين وبين كلاوديو رانييري أصبحت نوعا ما باردة، وأن هناك علاقة تقريبا غير موجودة بين كلاوديو رانييري وبعض اللاعبين. بعض اللاعبين خصوصا بعد مباراة تشيلسي التي خسرها فريق ليستر على أرضه ب3 أهداف مقابل لا شيء استنكروا الطريقة التي لعب بها كلاوديو رانييري آنذاك حاول أن يواجه تشيلسي بذات الطريقة باللعب ب3 مدافعين في الخلف دون أن يعلم اللاعبين قبل المباراة. منذ تلك المباراة
وحتى الآن كان الحديث متكررا في الصحافة الإنجليزية عن أن العلاقة وصلت بين اللاعبين وبين المدرب إلى طريق مسدود، لكن يبدو أن شيئا ما حدث خلال ال 24 ساعة الماضية بعد موقعة إشبيليا ربما عجل بهذا القرار. للتذكير بديع، إدارة ليستر قالت أنها لم تطلب من رانييري منذ بداية هذا الموسم أن يكرر إنجاز الموسم الماضي بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كان الطلب منه أن يبقي على ليستر ضمن أندية البريمير ليج. يبدو أن إدارة النادي وصلت إلى قناعة بأن وجود كلاوديو رانييري على رأس الإدارة الفنية قد يذهب بليستر إلى دوري الدرجة الأولى، وأرادوا التحرك الآن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل نهاية الموسم، ومن أجل أن يضمنوا بقاء ليستر سيتي ضمن أندية البريمير ليج. تعلم بديع أن البقاء في البريمير ليج هذه الأيام يعني ثروة طائلة، وخسارة هذه المكانة في البريمير ليج يعني خسارة بمئات الملايين ربما من الجنيهات الاسترلينية بالنسبة لفريق بحجم ليستر بعد فوزه الموسم الماضي في البريمير ليج.